الفلوس. عايزين طبعا تعرفوا ازاي نعمل فلوس. النهارده قصة مختلفة مع واحدة أنا بشوفها من أكتر الفاشن ديزاينرز المميزين، والقطع عندهم مميزة جدا. قدرت تحافظ إنها تفضل موجودة في السوق من 2010 لحد دلوقتي، محافظة على البراند بتاعها. كسبت فلوس بقى وخسرتها، تحكي لنا قصصها مع الفلوس. معانا الفاشن ديزاينر منى عيني. منى، اهلا يا مي. اخبارك ايه؟ الحمد لله، انت اخبار عامله الفلوس ايه؟ معاكي ايه؟ جميله. حلوه. معاكي فلوس؟ والله يعني مستوره. الحمد لله. قولي لي الفلوس بالنسبه لك ايه؟ منى بتشوفيها ازاي؟ بصي، انا الفلوس بالنسبه لي مش اهم حاجه صراحه، بجد يعني انت منهم؟ انا منهم جدا. اوكي. يعني طالما الحمد لله عندي الحمد لله اللي يكفيني وانا راضيه. فدي مش اهم حاجه. هي طبعا هي مهمه ان انت طبعا. بتسهل لك حاجات كتير، بس مش اهم حاجه خالص. يعني بالنسبه لي في حاجات تانية اهم بكتير من الفلوس. زي ايه مثلا؟ الصحة، ستر، راحة راحه البال. البال. لو الحاجات دي مش موجودة وعندك فلوس، الدنيا ولا هتحسي بيها. كان في حد كده كنت بشتغل معاه كان دايما يقول لي الفلوس هي اللي بتصنع السعاده. ايه رايك في والله بتصنع السعادة في حاجات معينة. يعني عايزة تجيبي حاجة حلوة، عربية حلوة، بيت حلو، صح. تسافري بره. ما طبعا دي الحاجات دي السعاده. كلها ما لا، بس مش هي دي اساس السعادة. لو انا بقول لك انت ما عندكيش الحاجات التانية، الصحة، راحة البال صح. والستر، دول ما نعمة. ما حد لو ما عندك ملايين الدنيا ولا هتحسي بيهم. الصحة، الواحد لما بيجيله شوية برد ويقعد بالظبط، في البيت بالظبط. وحاله يقف، اه فلوس ما بتحلهاش. ولا اي حاجه. صح. يعني انت بتقولي شويه برد، في ناس بقى مواضيع اه اكبر من اه كده. هوت اه. يعني ربنا يعافينا يعني. امين يا رب، امين. طب قولي لي اخبار المشروع ايه؟ يعني منى عيني ديزاينز او منى عيني ديزاينز. مم. إيه انتي اسمك اساسا منى عيني لا، ولا؟ انا اسمي منى حسني. منى حسني. يعني عيني منى ده عيني ايه؟ ده جت، يعني كنت عايزه اسمي اسم للبراند، وكنت ساعتها بقى بعمل حاجات بالعين وكده هوت. والله ده انا فكنت فاكره عايزه اسم العيله. ها. فاكره اسم العيله. لا خالص. مش الدرجه دي. لا، فكنت عايزه اسمي حاجه فيها منى، وفي نفس الوقت يعني يبقى اوكي. اسم كاتشي شويه من الاسم. فعملت فوت كده مع اصحابي، وفي الاخر كنا بين 3 4 اسامي، وكان في الاخر يعني استقرينا على منى عيني. مميز جدا على فكره. هو مميز جدا، والناس زي ما حضرتك بتقولي كده، هو فاكرين فاكرين اسمي منى اسمي. عيني. اه، ما انا اقدم لك منى عيني، مع ايوه. اني في بعض الانترفيوز وانا بحضر شفت منى حسني منى حسني منى حسني، اه قلت انا عارفاها من زمان قوي. منى عيني ايه؟ منى حسني. اكيد الناس دي غلط. لا، منى عيني ده اسم البراند، بس هو الناس بينادوني منى عيني. اصلا. بس انا ببقى مبسوطه. حلو هو حلو. اتس ماي بيبي يعني. يعني انت عملتي البيرسونال براندنج باسم الصراحه، يعني خطير وتعرفتي وريليتد. بيه انت. بالظبط كده هوت. حلو قوي. طيب، اما فتحتي المشروع، فتحتيه عشان الفلوس ولا عشان دي هوايتك؟ بصي، انا فتحت المشروع ده، كان بدايته يعني كان في شهر 7 2010. وكنا الولاد بقى ابتدوا. انا اتجوزت بدري وخلفت بدري، وعارفه وخلصت بدري. وخد ايوه بالظبط كده. خلصت عارفه مشاكل لما الدنيا الولاد تاخدك بدري. كده هوت وبعدين تفوقي بقى انت. خلاص الولاد ابتدوا يعني يشموا نفسهم كده شويه. وانا عامه طول عمري بحب قوي اللبس، وبحب الفاشن، وبحب اي حاجه البسها هقلبها. يعني لو جايبه بنطلون هقلبه جيبه، ولو جايبه جيبه يعني هتلاقيها جاكيت. يعني انا كنت اروح لاي ترزي اقول له مش عارفه ده هتعمله ايه، الراجل يبص لي كده اهوت. طب حضرتك جايبه يعني فانا بقول لك انا كنت وفي نفس الوقت ما بعرفش البس لبس تقليدي، ومش عايزه البس زي كل الناس. فانا عندي الموهبه. اوكي. ده في قلت سنة كام بقى الكلام ده؟ 2010. ده 2010 ان انا ابتديت افكر في حاجه كده. اوكي. فقلت ايه، انا هعمل مشروع اجرب فيه. حلو. ما اعرفش بقى هينجح. ساعتها ما كانش في حاجه اسمها مصري دي خالص. امم. يعني ما فيش ديزاينر مصريين. يمكن هم 4 5 لو كانوا موجودين وطلعوا في نفس الوقت معايا. اوكي. لا مستورد، لا مصري متواضع جدا يعني. امم. لا اللي هو مصري، البراندز اللي هي من زمان، بس بيزك جدا يعني. اوكي. فقلت انا هعمل حاجه. ابتديت جبت 1000 جنيه. لا. والله. بدأتي ب1000 جنيه؟ بدات ب1000 جنيه، وقلت ده انا جميل قوي. ده انا نزلت فاكرة بقى بقى كولاكشن بقى وعملت حوارات. خالص. ده انا بقول لك ألف هي جنيه 1000 جنيه، وكنت خايفه عليها جدا، خلي يا بالك. عيني. ونزلت جبت حاجات، ولا كنت اعرف بقى ايه اللي بيتجاب منين، مش عارفة. ولا اي حاجه. مامتي بصراحه ربنا يكرمها نزلت معايا، قالت لي ده هنا سوق القماش وهنا سوق الاكسسوار، ونزلت معايا يوم
وقعدت توريني انا بعرف يعني اعمل الديزاين، بس ما اعرفش ايه الخامه دي، ايه الخامه الحلوه. لو قماش مش حلو مش هبقى فاهمه فيه قوي. ده شكله حلو بس ما كنتش افهم اي حاجه حلو ولا. فوريتني بقى ده بيتجاب منين، وده نزلت معايا وكده. بابايا عارفه برنسس، يعني برنسس تريتمنت شويه. لا شوفي انت مش وش البهدله دي، وهتعاملي مع العمال ازاي، وتنزلي اماكن دي ازاي، انت مش هتعرفي تسلكي. شوفي انت المشروع ده انت هتكسبي كام وانا هديهولك. قلت له هي مش الفكره في الفلوس، انا فكره انا عايزه اعمل حاجه. اوكي. فالمهم ايه، نزلت وجبت شويه حاجات وعملت بال1000 جنيه. بال1000 جنيه في 2010. طب بقول لك ايه دول، ده 1000 جنيه دي حاجه قليله قوي دلوقتي. والله كان فيهم بركه يعني. وقتها ده برضو ما كانش مبلغ هيوج، بس كان معقول. بس معقول. رحت عملت ايه، رحت مصنع شنط. كنت قلت له انا عايزه شنطه، يعني موديل الشنطه دي كان شنط بحر كده، كلاتشز كده بتاعت بحر، وعملت لهم الفساتين بتاعت البحر بتاعتهم وقلت لهم. قالوا لي طبعا قالوا لي اقل حاجه مش فاكره 500 شنطه 400 شنطه. طبعا بالنسبه لي مبلغ كبير قوي. طب قلت له طب ماشي، ممكن نبدا مش عارفه بكام، وبعد كده نزود. وعملت كولكشن، يعني هو كان كلاتشز بحر معاها الفساتين بتاعتها. اوكي. يعني ماتشنج كده. 2010 دي طفره ان انت بتقولي ده. يعني ان حد يفكر يعمل الماتشنج ده وفساتين. ايوه طبعا انت بتروحي الورش هم مش فاهمين انت مجنونه يعني تعملي ايه. فالمهم عملتهم ومش عارفه ابيعهم لمين، ما كانش اصلا في انستجرام. كان في فيسبوك بس ما كانش فيسبوك. يعني عملت ساعتها عملت اكاونت، مش اكاونت، جروب على الفيسبوك. اوكي. وكنت عامله كلو يعني مقفول عشان ما حدش يسرق ديزايناتي، مع ان ما فيش حد، هم 200 واحد مثلا صحابي ما اعرفش كنت خايفه على ايه، بس ماشي. المهم ايه، عملت فخلاص اصحابي اللي اشترى مني واللي مش عارفه مين جملتني، وبعدين ايه ما لسه والحاجه عندي ما هي ما انا عامله. فالمهم ايه، ما هو انت خلاص اللي اشترى منك اشترى على قد الدايره، وانت مش عارفه تكبري خلاص. فجيت بقى، كان ساعتها في المصيف خدتهم معايا، واللي عايز حاجه يجي يشوفها، بس في الاخر انت لو بتشتغلي حواليك سيركل بقى بالظبط، اللي خد حاجه خلاص جاملك مره مش هيجي جاملك كل يوم. فاعمل ايه كنت ساعتها كان مارينا هي بقى او ساعتها هي مراسي كانت مارينا بالظبط، مارينا هي مراسي، وقاعده في زي بلاتفورم كده هوت، في كافيهات وفي محلات، وقاعده في الكافيه كده بتعشى مع اصحابي، وشايفه محل انا عارفه صاحبته، هو محل فيري هاي اند كله براندز، بيبيع كله براندز هاي اند براندز. خلاص رحت قلت انا مش هكلم البنت عشان ولا احرجها ولا احرج نفسي. رحت دخلت المحل، قلت للولد انا عامله حاجات لاين كده اهوت، وكنت حابه اعرض عندكم. فقال لي بصي يا حضرتك انت شايفه ان المحل كله براندات وكده اهوت، بس ممكن اسال الاونر ولو كده اهوت اشوفها هتقول ايه. ولقيته بعديها بشويه بيقول لي كلمها فعلا. قلت له خلاص ممكن تسيب لنا عينات واشوفها ونشوف هنعمل ايه. كان بالصدفه معايا كام حاجه كده في العربيه اديتهم له، بس تاني يوم قال لي الاونر عجبتها الحاجه وعايزاكي تجيبي الستوك بتاعك وعايزاكي تقابليها. رحت طبعا قابلتها، انا عارفاها بس ما كنتش عايزه تحرجي نفسك او تحطيها تحت ضغط. انا عندي الايجو عندي عالي قوي شويه. فقالت لي يعني عجبتني اول حاجه، وانت طبعا عارفه ان انا ده ممكن ادخل حاجه زي كده هو عندي، ده معناها ان انا يعني شايفه حاجه كواليتي يعني كلها براندز هاي اند. فالمهم خدت الحاجه، وطبعا ادتني شروط طبعا انت لسه بادئه فبترضي باي شروط طبعا مش هتعرضي فين ومش تعملي فين ومحدش هياخد غير يعني عايزه اكسكلوسيف الحاجه. بنتي ما عنديش اوبشنز اساسا، انا ما عنديش غيرك. ايوه بالظبط، عايزه اقول لها ما عنديش غيرك بالظبط. فالمهم وخدت الحاجه. تاني يوم كان ستوك كبير يعني. تاني يوم لقيت المحل بيكلمني، ايوه بصي حضرتك الستوك خلص ما شاء الله، واحنا خدنا اوردرز كتيره ومحتاجين ريستوكينج في خلال يومين. انا قلت له انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ عارفه اللي هو بيقولوا ايه، ستارت اب لك ولا بيجنرز لك. مع ان انا هقول لك حاجه برضو، انا كنت قلت قبل ما بدات المشروع، قلت يا رب انا لو المشروع ده مشي في نسبه معينه لحد دلوقتي يعني
عاملاها لله تطلع الله. منه. فانت بقيت عندك حاجتين، تجاره مع الله وفي نفس الوقت انت عارفه زي صايم من ربنا، انت ماشيه في طريق الصح. الله عليكي تحفه. لا انا ما اتخيلش، انا دلوقتي ما اقدرش ابيع الحاجات دي في يوم. يعني كميه كانت كبيره ما شاء يعني. الله، الله اكبر. بس فطبعا انا محتاسه اعمل ازاي؟ انا مش مصدقه نفسي. ايوه، ونفس ساحل وبصيف وبتاع. فبقول لك الموضوع جه كده احساس تحفه طبعا. فانت عارفه بجنز لك مع تجاره مع الله انت، وربنا بيديكي ساين بقى انت ماشيه صح. تحفه. يعني لولا ان حصل كده ممكن كنت خلاص ال1000 جنيه استعوض ربنا فيها وخلاص. حلو جدا. ورحتي عملتي الريستوك بقى؟ وعملت بالريستوك بقى والدنيا مشيت. نزلتي يعني سبتي انا نزلت بقى يومين ظبطت الدنيا، عملت حاجات ويجوا لي وكل بقى خلاص كل كام يوم يجي لي ستوك بقى، خلاص بقى ظبطت بقى سستم الدنيا بقى. الناس بقى لقيتك بتشتغلي فخلاص. حلو. يعني الورش كانت الاول يعني قالت ايه دي ايه جايه ترازينا يعني وبعدين لقيتك بقى بتشتغلي وفاتحه شغل فخلاص. تحفه. دي بقى كانت نقطه الانطلاق هنا. وفضلتي مكمله مع الست دي فتره؟ كان كل بقى صيف. كنت قعدت معاها فتره بقى كل صيف، وبعدين بقى خلاص ابتدى بقى ايه، ابتديت اتعرف، ابتديت الناس اصلا تشوف البتاع وابتدت تكلمني وعرفت مين يعني. ما هو وابتديت بقى اتعرف، وبعدين بقى دخل الانستجرام والموضوع بقى يعني. بس انت عندك نقطه هنا، انت بدا 2010 الكلام ده، 2011 الثوره، عملتي ايه؟ ما هو بقول لك معنى ايه ثوره، مش ثوره بس، انت عندك ثوره وعندك كورونا وعندك بس خلينا يعني الكورونا دي 2020 بس 2010 سنه البراند على الارض. جت الثوره، والثوره دي خدت معانا 3 سنين على ما بصي انا عامه سرفايفر شويه. برافو. يعني مش اللي هو يعني انا ساعه الثوره اللي بتحكي كان موقعة الجمل. يعني انا كنت بعمل ايه؟ انا نزلت اجيب قماش يوميها وما قلتش لحد في البيت عشان عارفه ان هم يعني ممكن يحبسوني يحجروا عليا. انت اساسا وصلتي وروحتي ازاي؟ ما هو بالظبط دي المعلومه، مش فاكره، تقريبا وصلت سهل وما عرفتش ارجع. وبعدين وتقريبا جبت القماش جبت اللي انا عايزاه، لقيت محلات قافله كلها، لقيت كام واحد تقريبا قال دي مجنونه برضو فانا لا، ما انا يعني بصي هقول لك حاجه، ما انت لو انت قعدتي انا لما بلاقي الدنيا كده بحاول ما اسمعش اي اخبار. يعني كأنك انت عايشه في كوكب تاني مش مع الناس في الكوكب ده. وعشان اشتغل. حلو. بس هتبيعي ازاي؟ لا كنت بشتغل ما شاء الله. ما اعرفش ازاي. ده ايمان بحت بالحلم والمشروع وبربنا. يعني انا مش شايفه حاجه غير كده. بصي انا شايفه ان اي واحد بيعمل مجهود ربنا بيكافئه. يعني عمر ما هتلاقي حد عامل مجهود جامد في حاجه ولو ما كافئوش في دي هيكافئوا في حاجه تانية. صح. فطول ما انت بتسعي ربنا بيرزقك يعني. بس ده يعني دايما كنا بنقول في اي حد. ما هقول لك حاجه، انا عشان بتحبي الحاجه اللي بتعمليها فانت مش شايفه بقى خلاص، مش اللي انا شايفه فعلا. انا مش بعمل عشان اجيب فلوس، وانا هبيع لمين زي ما انت بتقولي. انا ما اعرفش كنت هبيع لمين، بس انا عندي كولكشن، المفروض عندي واجب بعمله. عندي هومورك فعلا يعني. لا ده انا فاكره مره كان ساعه الكورونا، كان ساعتها قبل رمضان كان وعاملين لوك داون. وكان لوك داون الساعه 4 يعني تقريبا، وما فيش بقى فطار ولا سحور ولا اي حاجه. انا نزلت عادي وعملت شوت وكلمت وشوت كبير. انت فاكره احنا عملنا ايه وقت الكورونا في ميكا بيتلي؟ ايوه فاكره طبعا عارفاهم انا الناس اللي بيعملوا اي حاجه بس الثوره كانت قويه، او يمكن عشان مش عارفه كانت قويه، والسجون اللي اتفتحت والدنيا اللي اتبهدلت طبعا. هو فكره انك تنزلي تجيبي قماش وتعملي كولاكسون في الوقت ده غير الكورونا. يعني الكورونا وباء وكنا بنحط الكمامات ما هو نو ريسك نو فن بقى. بس ده ريسك تحفه يعني ده ريسك محتاج ندرسه. وممكن اكون انا الوحيده اللي عملت، فانا الوحيده اللي اشتغلت مش عارفه. برافو. يعني مش عارفه فعلا، ما اعرفش اشتغلت ازاي. لما انا بفكر دلوقتي بقول اشتغلت ازاي ما اعرفش. بس ده سبحان الله يعني. دي التجاره مع الله. ما هو انت خلاص بترمي توكلك على الله وتستخيري وخلاص. وكنتي بتعملي كولكشنز ولا كأن في حاجه، ولا ثوره ولا كورونا ولا تعويض ولا كأني شايفه حاجه ولا حرب ولا اي حاجه، كأني مش سامعه. انا ماشيه في طريقي يعني. ما
طبعا كان في حاجات كتير قوي بتهدك، بس انت قررتي ان انت خلاص. لما بلاقي كده هوت بحاول مثلا ما اتفرجش على اخبار كتير. لما الاقي نفسي هبقى داون ومكتئبه وهدخل في المود ده ومش هشتغل، طب ما مين خلاص بحاول ما اسمعش واقفل بقى كل الحاجات دي. فخلاص انت اكنك في كوكب تاني بقى، عايشه مع نفسك. فايتر جدا، مش هقول ريسك تيكر، فايتر. انا فايتر يعني شويه. ما شاء الله. يعني حلو. طيب كست بقى بتتعامل مع عمال وبتتعامل مع مصانع وورش وتنزلي تجيبي قماش من حته غريبه طبعا. وانتي ما شاء الله يعني ست قمر، الله اكبر يعني. ربنا يخليك انت. بتتعاملي مع ده ازاي؟ والله بصي في الاول طبعا كان صعب، بسمع كلام يعني ايه، اعمل نفسي مستمعاه. تتضايقي؟ بصي انا بشوف ان كل واحد ليه عقلياته، فيعني ايه يعني، فبحس يعني بلتمس للناس الاعذار يعني. يعني هو عقليته كده، هو ده الكالتشر اللي جه منه، هو مش فاهم يعني ايه ست، يعني شايف ان الست دي لا. وبعدين بقى خلاص يعني شويه شويه بقى اصحابي، واي حاجه عايزاها تحت امرك، ولا ادخل اخد الحاجه وامشي يعني خلاص. العمال بقى طبعا في الاول انت كان مشكلتك في الفينش في المصري. عندك مشكله كبيره قوي، كان ساعتها ما فيش لسه كم الديزاينرز اللي طلعت، فده عمل ابجريد ساهم جدا في الفينش والمصانع وكده اهو. فالاول كنت بتشيل والحته باظت وتترمي، والحته باظت وتترمي. مش 1000 جنيه بقى. ايوه لا خلاص ال1000 جنيه خلاص دي نسيتها خالص. فكنت بحس ان واتشيل واتهبت واتخانق وحرام القماش وحرام مش عارفه ايه. وبعدين ايه، لقيت ان ما فيش فايده، انا ما فيش يعني الخناق مش هيجيب حاجه. مش عارفين يوصلوا للحته اللي انت عايزاها. لا بيحاولوا، بس طبعا في عقبال ما توصلي بقى خدت سنين. ولحد ما ايه ما بقيت معلش بس دي باظت، لا معلش ما فيش حاجه، حصل خير، ممكن بقى تعملي واحده تانية. معلش انا عارفه ان انا تعبتك، بس انت ايه عارفه انك هتطلع حاجه احسن من كده. فبقيت ايه، موتيفيشن بقى. ايوه موتيفيشن، ماشيه معاهم موتيفيشن. ودي الطريقه اللي نفعت طبعا، هي دي الطريقه اللي نفعت ومش هينفع غيرها. اوكي، لكن مش الحزم ولا خالص. هو بالعكس، هو ممكن يعند معايا اصلا. صح. مش هعمل لك حاجه او هبوظها لك عندي او هعمل منتاليتي مختلفه خالص. فانت فهمتي بقى المنتاليتي الاول ما كنتش فاهمه. فمعلش وحصل خير فداك، بس ممكن نعمله. انا عارفه ان انت دي، وانا عارفه انها تبقى انت احسن واحده هتعمل. فموتيفيشن بقى، وبقيت احسسهم ان نجاحي من نجاحهم. انا مش ناجحه، مش هنجح لوحدي. اوكي، احنا دايره، لو انا نجحت انت هتنجح، واحنا برزق البعض. انت عملتي ورشه صح صغيره؟ لا بصي انا فكرت كتير اعمل مصنع او ورشه ليا. لقيت ان انا مش هبقى ديزاينر. اوكي، هبقى ملاحظ عمال. وانا دي مش شخصيتي خالص، ان انا هنزل من الصبح بالليل واقف على ايديهم والمكنه علقت وده ما جاش فشراء العبد. يعني بصنع في كذا مصنع. مش مشكله يعني، حتى لو كوست اعلى، بس ما اقدرش على الهسل ده. مش هركز في الديزاين، هركز في مين جه ومين ما جاش، ومين قبض ومين ما قبضش، ومين المكنه علقت وعايزين نجيب فيتا. يعني مش شغلتي خالص. انت عارفه وانت بتتكلمي كده لاحظت حاجتين سبب نجاح البراند دي. اولا انت فايتر، وتاني حاجه ان انت فاهمه امكانياتك كويس قوي. انا مش بتضحكي على نفسك يعني. رحم الله امرئ عارف قدر نفسه. ودي يعني حاجه تحفه يعني ما مش يعني اوكي، ممكن اكون ريسك تيكر في حاجات انا عارفه ان انا هعرف اعملها، لكن مش في اي حاجه. مش يعني ريسكك محسوب برضه. ريسكي محسوب في اللي انا على امكانياتي. اوكي. يعني في ناس تانية ممكن يبقى اشطر مني تعرف تعمل ده وده بالظبط. بس مش عيب ان انا يعني اي حد دلوقتي، اصل الشباب دلوقتي كلهم او كل السوشيال ميديا بقى، الجيل اللي هو بتاع السوشيال ميديا عايز يعمل براند، وكلهم بيروحوا يعملوا افكار مختلفه وكده. يعني انا ليه بتكلم معاكي كده وبحاول اوضح فين الحتت اللي نجحت البراند، عشان دي نصايح ليهم يعني. ايوه طبعا، ما تبقاش انت، اصل الشباب برضو حماسهم جامد قوي، عايز يعمل كل حاجه. فهو احسن حاجه ان انت تبدا واحده بواحده وخدها. يعني بصي انا بشوف النجاح مش فكره ان انا عملت كولكشن ونجح، انا بعد كده عملت ايه، استمراريه. هو كونسيستنسي دي. طبعا في ناس كتيره قوي كانت بادئه مثلا معايا او بعدها بشويه، ولا خلاص جيت الثوره، لا خلاص انا بطلت، فجت مش عارفه ايه، لا انا خلاص بطلت. ما انا في النص زي ما كسبت خسرت
وفي حاجات دفعت من جيبي، في حاجات هنتكلم بقى عن الخساره، استنى. آه. ما اصل احنا عارفه عندنا مشكله ان اي حد يعني الناس بتشوف في الاخر النتيجه. ايه ده ما شافتش بقى اللي ورا الكواليس. دي حقيقه. احنا الصبح كنا بنخبط وندقدق عشان نظبط اللوكيشن، ايوه صح. فمحدش بيشوف ايه المشاكل اللي حصلت. فانا بخاف من الحته دي لعلمك ان احنا طول الوقت نصدر السعاده، ان احنا طول الوقت نصدر النجاح. لا، في برضو حته، لا في عقوبات. لا طبعا الموضوع مش سهل خالص. ايه بقى الحته اللي خسرتي فيها وكانت قعدتي قلتي يا نهار ابيض هعمل ايه؟ بصي والله زي ما انت بتقولي، يعني وقت الثوره، وقت الكورونا لما كان في لوك داون، وقت التعويم ده، ان انت كل يوم بتبعتي تجيبي، عملتي الموديل كل يوم سعره بيتغير. انا مش عارفه احط اصلا انا اسعار. اليومين اللي فاتوا دول لا ده كان من اصعب الحاجات على فكره. صح. يعني حد يقول لي انا كل يعني مثلا جبت النهارده توب قماش، يومين بعد جبت، هو سعره مش اتغير مثلا، فروقات بسيطه، هو سعر دبل او ساعات بيبقى تريبل. يا نهار ابيض. فانت ولا عارفه تسعري ولا عارفه لدرجه ان انا عملت ميوت للويب سايت، مش عارفه احط عليه اسعار. يا نهار ابيض. ما انا هعمل ايه؟ ما انا في الاخر برضو مش هخسر. اصل دي ثريت يعني بره ايدينا قوي. ايوه بالظبط. يعني دي حاجه اقتصاديه. وبعدين انت مش مثلا بتبيعي زيت ولا سكر، سلعه الناس كده كده هيشتريها. دي حاجه فن يعني. ايوه بس بالظبط. ده لبس بالظبط عشان كده. هو تقرر تشتري حاجه بالظبط كده. هو فانت عامل يعني. وانا برضو من النوع اللي بحط المارجن بتاعي معقول جدا بالنسبه للحاجه. بحب ان الحاجه تكون يعني مش مبالغ فيها. ايوه. لا الصراحه انتوا اسعاركم تحفه بالنسبه للفينش والديزاين والكواليتي والمجهود اللي معمول. لا انت عندك كل قطعه الحقيقه انا بحسها ميكس كده ما بين تراث مصري على دي حقيقة. على انا بحب الحاجه اللي فيها اثنتك كده، هو تحسي انها فيها تطريز، فيها هاند، فيها مجهود وفيها يونيكنس مش عادي. يعني انت كمونه بقى عشان تطلعي قطعه زي كده بتعملي ايه؟ يعني هل بتتفرجي؟ يعني ايه الخطوات اللي انت بتعمليها عشان تطلعي كولكشن؟ بص يعني اقول لك حاجه، ممكن اكون بتفرج كتير قوي، بس انا دايما اتفرج على حاجات مش هنا، يعني مش ديزاين، كلهم اصحابي وحبايبي وكل حاجه. اتفرج على حاجات ممكن يكون عندي مثلا فوق 100,000 صوره عشان اطلع، يعني عشان بيديني انسبيريشن. بلس ان انا دايما بقارن كولكشن بتاعي السنه دي بالكولكشن بتاع السنه اللي فاتت. فالتشالنجينج انا بنافس نفسي. تحفه. وساعات هي تحفه، بس هي مش تحفه قوي يعني انا مثلا بالعكس. انا ببص ساعات للبنتي الكولكشن اللي فات بومينج قوي وحلو قوي، فانت مش عارفه تعلي على نفسك. انت وصلتي لمرحله ان انت بتحاولي تعلي على نفسك، انت مش عارفه تعلي على نفسك. بس هو الصح في اللي بتعمليه ان انا لما اجي اقارن نفسي ما اقارنش نفسي بغيري، اقارن نفسي بنفسي من سنه من سنتين. يعني ممكن يكون اللي عمل كولكشن حلو جدا، بس انا يعني مبروك وبارك لهم وتحفه، بس انا بقارن نفسي بنفسي فعلا. يعني وساعات ببقى معلقه يعني من كتر مثلا ما تعملي كولكشن حلوه جدا، انت انا كمونه متوقعه من نفسي احسن من كده. طب انا مش عارفه اجيب الاحسن ده، او يمكن انا من وجهه نظري ساعتها ان انا مش عارفه اجيبه. يعني ممكن ساعتها لما ينزل بقى اطمن الناس بقى تقعد تبارك لي. ايوه بالظبط. انت ما بتعمليش حاجه وحشه حبيبتي، ربنا بجد والله مش بجنب. ربنا يخليك. لا يعني كل كولكشن الصراحه بيتكلم يعني، وكل مره اقول طب هي هتعمل ايه بعد كده والاقي هو دي المشكله ان انت لما بقى يعني والناس اكسبكتيشن بتاعتها بقت عاليه قوي بالنسبه لي، ومستنيني في اي وقت. يعني ما في ساعات اقول مثلا لا ده الظروف صعبه قوي، انا هسكيب الشتاء. الاقي بقى مسجات الكولكشن الشتوي جاي امتى. فلقيت ان انا مثلا واضح ان في ناس في رقبتي مستنيه مش تلبس. ده حقيقي. انا واحده من الناس، انا يعني لا بستنى الكولكشن، ولازم ما فيش كولكشن يعدي مني. لازم اخد حاجه من الكولكشن. فبتلاقي يعني لما ساعتها ببعمل كده وهقول لا الدنيا مش بايظه خالص ومش عارفه ايه، واقول خلاص انا هسكيب. لو مثلا كولكشن مثلا بالذات الشتاء دايما بيبقى تقيل عليا شويه، فاقول لا انا اسكيب. الاقي بقى مسجات اللي انا لسه مستنيه كولكشن جديد، انا ما اشتريتش عشان الكولكشن نازل امتى. فبلاقي ان انا نقدر نقول ان احنا لما بنبدا نعمل كوميونتي حوالين براند، هم اللي بيزقوا البراند انه يفضل يكمل. دي حقيقه. انا من غير حب، يعني من غير حب الناس او الناس اللي هي مستنياني، حتى ما اتاخرت في الكولكشن تقولي انا مش هشتري غير لما انت تنزلي. انا في حاجات كتير عجباني، بس انا مش منزلك، انت اللي تنزلي. وانا دايما عامه يعني بنزل اخر واحده.
بس انا ما بحسهاش، تخيلي. آه، يعني ببقى برضو ستيل انا مستنيه منى. يعني ما هو بصي، هو انت طول ما انت بتقدمي حاجه مختلفه عن اي حد، هيبقى في ناس مستنياكي. يعني طالما انا زي ما تروحي محل تقولي هو عنده حاجات مش موجوده في اي حته، فانت حتى ايه هيقول لك لا دي جايه الاسبوع الجاي، انت قاعده مستنياه. انا مستنياكي. هتروحي له مشوار كبير، لا هروح له. ايوه انا متاكده ان انت هتعملي حاجه. ايوه بالظبط. مش هلاقيها. هو بقى من كتر الناس عندها ثقه وعارفه انها يعني حتى ان ده بتبنيه في سنين. يعني حتى يعني مثلا بلاقي ناس لسه بادئه وكده اهوت، لا ومستعجله وهي ما خدتش الاوردر. ده على فكره هو الفكره مش في الاوردر، الفكره ان ممكن حتى لو هي ما خدتش الاوردر ده هتيجي تعمل قدام 100 اوردر بعديه. لكن ان يبقى فيه كونسيستنسي وثقه من العميل. هو في الاخر هو بيتفرج عليكي من ورا صوره، صح. هو مش عارف الكواليتي شكلها ايه، مش عارف يعني اللي هو عندنا كمان، يعني اللي هو يعني الساندوتش اللي بيجي لك في الصوره قد كده ويجي لك قد كده. ففي انا نفسي اشتريت حاجات اونلاين وموضوع يعني لبستها ومن ايديهم يعني اديتها لاي حد ما تتلبس. فان انت يبقى اللي قدامك اطمن لك وعارف الكواليتي اللي جاي له ازاي والديزاين، وان انت مش تحكي عليه تحطي له صوره ويجي له حاجه تانية، وان هو ممكن بقى من كتر واثق فيك هو بيدفع قبل بريبيد قبل ما ياخد الحاجه او يشوفها حتى. دي خدت سنين. يعني احنا بنتكلم انت بادئه من 2010، احنا في 2024 سنه. 24 سنه براند على الارض عشان نقول الكلام ده النهارده. 14 سنه براند موجود على الارض عشان نقول الكلام ده النهارده. ففي ناس بتبقى بقالها في السوق 2-3 وبتعيط. بس تفتكري ممكن هما مستربعين كده عشان برضو السوشيال ميديا؟ طبعا السوشيال ميديا ستريسفul جدا مصدره لهم طول الوقت ان الدنيا حلوه وان لا هي كمان ستريسفul. يعني انت بتبقي ايه، ولو حطيتي نفسك في النقطه دي، يعني مش عارفه مين صور في قصر محمد علي، انا لازم اصور بقى في قصر عابدين، لازم اروح. ايوه دي كومبيتيشن انا بلاحظ ما بين الديزاينرز. فانا مخرجه نفسي من الحته دي خالص. انا عايزه اعمل حاجه يعني تليق باسم البراند وفيه الايدنتيتي بتاعته، وماليش دعوه مين صور فين، مين عمل مع مين جاب سيلبرتيز ايه. يعني بشوف ان الحته بتبيع نفسها. انت خارجه بره الكومبيتيشن، اهم حاجه تكون مبسوطه باللي انا عاملاه. انا بشوف انت من الناس اللي خارجه بره الكومبيتيشن لان القطعه نفسها يعني انت مش بتبيعي بالصوره واللوكيشن، لا خالص. انت بتبيعي ان القطعه نفسها فيري يونيك. ممكن بالعكس، انا ساعات اللوكيشنز الجامده دي ما تنفعش مع حاجتي لان القطعه غاليه فيها دي. فانت هتبقي مش عارفه انت تبصي هنا ولا تبصي في القصر اللي وراكي، ولا بالعكس بحاول اخلي اللوكيشن فيري سمبل على قد ما اقدر. يعني اوكي في ثيم بس مش ما فيهوش البهرجه كتير، لا عشان اوريدي الحته فيها ديتيلز. لا الصراحه تحفه. طيب الماركتنج بقى كان دوره ايه؟ عشان في ثقافه كده، انا بحب اقول الكلام ده في كل حلقه عشان نعمل الاويرنس ده. في ثقافه كده موجوده في بلدنا للاسف وفي بلاد تانية كتير عربيه، انه الماركتنج هو مش حاجه اساسيه، يعني ما حطلوش بادجت اساسي. اول لما تحصل ثوره اكاد كوست في الماركتنج، اول لما تحصل كورونا اكاد كوست في الماركتنج. فاهمه انا كبزنس يعني. فدور الماركتنج معاكي ايه وفرق معاكي ايه في الفترات الصعبه اللي هي سواء كورونا سواء ثوره سواء حتى الفتره اللي احنا عايشينها اقتصاديا بتاعه الدولار اللي عمال يطلع؟ احكي لي كده، كنت مهتمه بيه ولا لا؟ بصي هو طبعا الماركتنج اهم حاجه دلوقتي في اي براندنج، يعني اي شركه اي براند. بس طبعا انت على حسب انت ايه. يعني ممكن على فكره في براندز كبيره قوي من كتر ما هي خلاص عملت قاعده، هي مبقتش شايفه ان هي محتاجه براندنج جامد يعني، وفي حاجات لسه بتطلع هي محتاجه براند. يعني مثلا السنه دي الاعلانات كلها انا لاحظت حاجه، كلها ريل استيت. ما لقيتش بقى اعلان سمنه بتاع زمان، ما لقيتش اعلان سكر لا خالص. انت عارفه ليه؟ هو مش ملاحق على البيع. بصي انا عندي وجهه نظر تانية. يعني انا بالنسبه لي انا شفت كده، ولما دول عندهم حاجات كتير عايزين يبيعوها وده مش ملاحق اصلا على الماركت.
يعني انا حللتها من وجهه نظري، ما اعرفش انت ممكن وجهه نظرك ايه. يعني شفتي اعلان سكر، شفتي اعلان سمنه، شفتي لا اعلان بس زيت، بس هقول اللي هو لك زي ما زمان كانوا بيبقوا موجودين. صح، بس عشان في مقاطعه، خلي بالك في معظم البراندات دي لا ما كانش مصري. انا بتكلم على المصري. المصري معهوش فلوس يا منى. لا خالص، هو مش صدقيني. ملاحق. انت اقول لك حاجه، في شيء معين كلنا بنحبه، انزلي بس دوري عليه. منى دلوقتي الشباب بقى اللي هم الزي جنريشن اللي طالعين، اللي عاملين الصراحه شغل تحفه. عاملين شغل حلو جدا. انا يعني شخصيا بشتري منهم. انا بحبهم وبحب اتفرج. انا عشان مجالي ماركتينج، فبحب اشوف. لا والماركت بتاعهم حلو جدا، فيري الماركتينج كاتشي يعني. تحفه، وبيبذلوا مجهود جدا جدا. وبعدين كلهم الله اكبر عليهم كاريزماتيك، وعندهم اللي بيخرج واللي بيصور ايوه كلهم. هو حتى المودلز تلاقيهم كلهم من بعض يعني. تلاقيهم اللي بيصور واللي بينتج واللي بيعمل موديلنج كلهم نفس كلهم اصحاب في بعض. بالظبط تحفه. احنا جاي لنا ناس احرق الحلقه الجايه. احرق عادي. بعرف. معانا شويه شباب طالعين اللي هم اسمهم ريسكي بويز. ايوه شفتهم لذيذ جدا، عاملين فاشن شوتس في الوكاله. ايوه انا شفتهم، ده يجننوا لما كانوا عاملينها في سوق الجمعه تقريبا. حلقتنا الجايه. لا بجد ده خطار. عاملين قلق. كلمتهم شويه شباب زي العسل. لا هو اصلا فكره انا نفسي لما اتفرجت على الريل ده، طبعا زي هو جوز فايرل، ما هو انت حاجه يعني حاجه مختلفه تماما. تحفه. قلت لهم لا بصوا بقى انتوا هتيجوا يعني احنا جايين طبعا. كانوا لا كانوا تحفه. فهنشوف بقى الناس دي بتعمل ايه. بس الناس دي طبعا هم شاطرين ودارسين ماركتنج وفاهمين بيعملوا طبعا ايه وعاملين براندنج تحفه. مش قصدي ريسكي بويز، قصدي براندات كلها. بس من الخبره بقى يعني احنا 15 سنه خبره الله اكبر في السوق. اكيد في حاجات هم محتاجين يسمعوها من الجيل بتاعكم. قولي لي بقى. بصي هقول لك، هم لازم يعني ما يستعجلوش. وما يعني مش مثلا مره، ما هي هتبقى مره كويس ومره نص نص ومره وحش. فمش لازم تبقى على طول بومينج. فلما يجي لك بقى الاوقات دي ما تزهقش وتقول لا خلاص انا شفت اوكي هعمل حاجه تانية. لا لو انت طالما انت عامل حاجه وعارف ان انت ناجح فيها وليك ايدنتيتي مختلفه، ما يبقاش كله شبه بعض، عشان تبقى الناس كلها عايزه حاجتك انت. وبلس حاجه تانية، لما تبقى حاجه لسه شباب عاملينها وكواليتي حلو وريزنبل برايسز، ده هيشتغل كويس جدا. وعنده بقى طبعا تالنتد يعني ديزاين او فينش حلو. وبلس ان هو يبقى ريزنبل، عشان هو بيخاطب سن معين اللي هو مثلا التين ايج، ان هو يعني في اول العشرينات. لحد 22 23 سنه بالظبط. بادجت بتاعهم ما مصروف في الاول بالظبط كده. فان هو يعرف يعمل بالانس ده، هو هيبوم. حلو. يعني نقدر نقول لهم الاستمراريه برضه طبعا. كونسيستنسي هنا السر. هو هنا السر. هو ده مش اي حد بيقدر عليه. الصبر ده حاجه صعبه. ما هو الاستمراريه عايزه صبر. دي من اكتر حاجه التشالنجينج، ان انا الاقي ان كل الحاجات اللي حواليا بتقولي وقفي وانتي قرري كملي. صح. يعني في كل في اوقات كتيره جدا وابقى فيري ديبرست واقول خلاص، ومش عارفه مين يقول لي طب انت الموضوع جاي على ده انت بتصرفي على من جيبك، انت مش عارفه بتخسري انت، وانتي تقرري في وسط والاجواء ومحدش الحاله الاقتصاديه عامله ايه وانتي تقرري في وسط ده كله ان انت لا هتكملي. بيصعب عليك ان انت عملتيه ايه، مجهودك انت خلاص. انا لو وقفت طب انا كل ده راح فين؟ صح. طيب مين في العيله كان بيقول لك ما تعمليش الكلام ده غير بابا طبعا؟ هو حرام اوت اوف ان هو يعني ايه، مش عايز يتعبني، مش عايز ان انا اتحط في مواقف بايخه، احس ان يعني كده هو خايف عليكي. لا بس كان لا يعني حد قال لك لا ده ايه ده؟ بصي ولادي كنت حاسه ان هم مش يعني لا مش حاسين باللي انا بعمله. غير مثلا لما بيلاقوا ان ناس مثلا من حته بيقولوا دي مامتك، دي انا مش عارفه بعمل ايه، تروح عند صاحبتها مثلا تلاقي خالتها بتقول لها دي مامتك تعالي اوريكي الدولاب كله من عندها، ده ماي فيفورت براند. فتلاقي مثلا تعملي منشن في ماجازين ان قوي،
ريكومنديشن، فبتحس بقى ايه، لا انا ام براود. اوكي، ما كانش مش فاهمين، مش آه. عارفين ابعاد الشغلانه. ايوه بالظبط. اوكي، كانوا مش مبسوطين. مش مبسوطين، بس مش يعني مش عارفه يعني مش فاهمين قوي يعني. انا بابايا كان قال لي في تصوير عندناش بنات تطلع في الكاميرا. ما انا بقول لك، انا بابايا كان كده قال لي شوفي انت هتكسبي ايه وانا هديهولك. قلت له انا مش فكره اكسب ايه، انا يعني ماي باشن. هو عارفه هو اوت اوف برنسس تريتمنت شويه يعني ان هو مش عايز مواقف، مش عايز حد يضايقني، مش عايزني اتحط في اتعامل مع ناس مش هعرف اتعامل معاهم. بس بالعكس هو ده اداني خبره كبيره قوي طبعا. يعني انا بقيت اتعامل مع ناس يعني انا ممكن لو قبل ما اشتغل لا ما ممكن كنت اتكسف شخصيتي تتغير تماما. فانت بقيتي تتعاملي مع كل الفئات، تخيليها او ما تخيليهاش. صح. والشغل مع الستات مش سهل خالص. فانت وبعدين بتتعاملي مع آليات مختلفه وكالتشرز مختلفه طبعا. ولازم ان انت تمتصي غضب اللي قدامك وتكسبيه في نفس الوقت. في ناس بيبقوا هيترز لوحدهم، يدخلوا يقولوا لك كومنتات هي اوت اوف نو وير، هو بيضايقك بس. كنت الاول اتشال واتحط، دلوقتي وكنت اشيل الكومنت وادخل ارد، دلوقتي ولا اي حاجه، سايبه الكومنت بتاعه. ولقيت ان هو من غير الرياكشن بتاعي هو ما عملش اللي هو عايز يوصل له. صح. هو يعني طالما انت ما اديتوش رياكشن ولا شلت لك كومنت ولا حتى انا عملت لك بلوك انت ولا رديت عليك، فانت هوا. صح. خلاص انت بالنسبه لي لو مثلا انت نزلتي حاجه حد بيقول لك ايه القرف ده، طب انت يعني عيب، هو بجد عيب. ايوه طب انت معلش لو هو قرف خلاص اعمل انفولو يعني، طالما مش بشوفش القرف وهو اوت اوف ان هو عايز يضايقك، هو متاكد ده مش قرف، هو اوت اوف ان هو عايز يضايقك. صح. طيب هرجع تاني للحته بتاعه الماركتنج، عشان انت الماركتنج بتاعك انا بتابعيكي، انت بتلبسي الحاجه بنفسك، انت طبعا بتعملي شوتس وفي ناس بتعمل لك الفيديوز والريلز. هقول لك على حاجه، بس انا من اكتر الفيديوز اللي وانت فايرال عندك وجابت ملايين اللي انت بتطلعي تعملي بيها ستايلنج وبتلبسي. بصي انا من داي 1 يعني وقت يعني لما كانش عندي يعني مفيش بادجت يعني خالص، وكنت عايزه امشي بروفيشنال. اوكي. يعني يبقى في انا ديزاينر اوكي وبلبس حلو وممكن يبقى شكلي فيه كاريزما كل حاجه، بس ده مش بروفيشنال منتج ومخرج ومؤلف يعني. بس احيانا في كستارت اب لسه بنحتاج نعمل ده مفروض. بس انا كنت عايزه امشي، انا كنت عايزه اعمل، انا مش اوت ان انا ابيع، انا لو بلبس حاجتي واتصور بيها بالموبايل ونو كوست انا هبيع اكتر بكتير. ده حقيقي. بس انا كنت عايزه اعمل بورتفوليو. اوكي. يعني بورتفوليو ان انا عندي هيستوري وكل حاجه ماشيه بروفيشنال مودلز اوكي، بعد ما هم يصوروا واعمل كامبين واعمل كل ده انا اطلع بقى اصور والناس تبقى مستنيه تشوفي مستنيكي تشوفي انت هتلبسي ايه عشان اطلبه. ايوه انا بحس كده الناس انا بقول لك انا بقول لهم انا بدفع قد كده في كامبينز واطلع انا بفيديو ابيع بالموبايل، والله ممكن اكون انا واقفه بصور نفسي. عارفه ده نرجع تاني لانه احنا دايما بننصح الشباب الستارت اب او مش بس شباب، اي براند ستارت اب، انه حتى اقل الامكانيات بس ابدا ماركتنج. ايوه بالظبط، ابدا بس وبعد كده حسن يعني مع الوقت بالزبط. ابدا اعمل كبر البادجت كده اهو. فده بس انت مشهور انت عندك فيديوهات فيها 1 مليون و2 مليون وحاجات زي كده. عندي فيديوهات فيها 2 مليون ونص 2 مليون. طب ايه الهدف من ان انا ابني بورتفوليو؟ يعني كنت عايزه عشان ايه يبقى البراند نفسها ليها هيستوري؟ بصي انا يعني انا عايزه، انا مش موضوع ان انا يعني نفسي ان البراند بتاعي ده يبقى all over the world، يعني ان انت تشوفي كده في كل حته. لسه ما اعرفش اوصل لها ازاي بس مش هعرف اقعد معاكي فانت لا مش الدرجه دي بس ما اعرفش اوصل لها ازاي، او انا كمان مش بجري قوي من ورا، بس يعني سو فار بقى لا عندي يعني صفحات في المانيا، في يوروب، حتى لو انا بدي سبلايز هما بيبيعوا بالاسم البراند.
فاوت ان انا لا لما حد يجي يشوف عايز يعني هعمل ماركتنج ده، لا انا في بورتفوليو من ساعه ما بدات بروفيشنال فوتوشوتس كل سيزون كونسيستنسي لحاجات لحد دلوقتي عاملاها من 14 سنه بتطلب مني. ما شاء الله. دي ما كانش مش حاجه سهله طبعا خلاص الناس تعمل كولكشن بترمي وتدور بالظبط، تعمل ايه تاني بالظبط. عشان ده خلاص بطل يتباع. بالظبط كده اهو. لا خالص نرجع تاني لليونيكنس عشان كل قطعه وفي حاجات انا عاملاها من زمان انا ما اعرفش اعملها دلوقتي، يعني مش عارفه اعمل احلى منها. يعني انا بالنسبه لي يعني كانت يعني 2013 يمكن 2013 عملت ديزاين كده اهوت فستان، كان فستان اوف شولدر كده بكم وهنا بالتطريز. هو الفستان حلو خلاص والله يا مي، انا ما اعرفش لحد دلوقتي انا بعت منه كام قطعه، ما شاء الله الافات. ما شاء الله. انا كنت اجيب مثلا النهارده توبين قماش كبار، تاني يوم يقولوا لي التوبين خلصوا ومش عارفه فاضل قد ايه، كام 60 فستان ما الحق كنتش ملاحقه ان انا اجيب لهم، ما عنديش فلوس اجيب الاحق معاهم في القماش. ما شاء الله ما شاء الله. لدرجه ان الفستان اتضرب بجميع فئاته. يعني تنزلي الحسين هتلاقيه، اروح الاقصر واسوان، مامي تقولي بنتي تقولي مامي فستانك ما عارفه زي كلوفر عمرو دياب تماني معاك. هو كان كده لحد دلوقتي. لو رحتي اي مكان فيه حاجه اثريه هتلاقي الفستان هو طبعا باين قوي التقليد، يعني باين التقليد، بس هم خدوا نفس عايزين يعملوا نفس الروح، بس طبعا عارفه زي اديداس وابيبس كده اهو. فلحد دلوقتي لو نزلتي اي حاجه اثريه كده هتلاقي الفستان بتاع اللي هو الكوبي بتاعه. ساعتها كنت متضايقه جدا وقعدت ادور والمصنع اللي بيعملوا واكلمهم، فمامتي قالت لي والكوبي رايتس وانا مش عارفه اعمل ايه، واقول ادخل على الصفحات لو سمحتي انا عايزه نمره المصنع اللي ضارب فستان. عارفه عامله زي المجنونه اللي ماشيه ملت مش عارفه متضايقه. وبعدين مامتي قالت لي في ايه؟ قالت لي طالما انت بتقلدي معناه انك ناجحه، انه محدش بيقلدك معناه ان حد انت عادي محدش شايفك اساسا. صح. يعني انت احسن من البراندات العالميه اللي فيه كلها، كل حاجاتها مضروبه كلها. ايوه الافات من الدولارات وحاجاتهم كلها مضروبه، بس اللي عارف بيشتري بيعرف ده الاصلي وده المضروب. ده حقيقي. بس لا ان شاء الله هتبقي من البراندات اللي انا متاكده ان شاء الله هتوصلي. لا حلو ان انت عندك فيجن ومكمله وبتسعي. بصي مفيش حد بيسعى ربنا ما بيكافئوش. انا بشوف كده ان مفيش اي حد بيتعب ربنا ما يكافئهوش. صح ده حقيقي. لو حتى مش دلوقتي يمكن كمان شويه، يمكن احنا مش عارفين ترتيب ربنا بيبقى ماشي ازاي. ده حقيقي. بس طالما انت بتسعي تعملي عليكي ربنا هتلاقيه من حته تانية في نفس الحته بس قدام شويه. بس طالما انت مؤمنه باللي انت بتعمليه وعندك ولازم يبقى عندك صبر، مش اللي هو المره دي نجحت المره دي ما نجحتش لا خلاص انا بطل، لا السوق وحش، لا في حرب، في كورونا، في لا كان ما تسيبيش نفسك الدنيا اللي حواليك، انت مفوكس بالظبط. انا مكمله وما بزهقش ودايسه بنزين. ايوه بالظبط كده. طيب انت لبس من عندك تقريبا مذيعات كتير جدا وناس مشهوره كتير جدا. مين اول حد طلب منك اوردر؟ حد مشهور طلب منك اوردر؟ وكان احساسك ايه لما ده حصل؟ بلوجرز ولا فنانين؟ لا فنانين. ممكن درة دي ايكون. هي ايكون طبعا. طلبت منك وبتحلي الحاجه تحفه. لا في كتير. ده كان اول اوردر. هقول لك مذيعين كتير عشان عامله سبونسر في كذا برنامج. بس ممكن فنانين، ممكن كذا حد يعني حنان مطاق، يعني كذا حد بيلبسوا من عندي. يسرا كانت لابسه اول حد. واحساسك بقى انت لسه بقى مش يعني ما كنتش دخلتي عالم الميديا. بصي يمكن كانوا كله كتير منهم يعني مثلا يطلبوا مني او ايفنت ياخدوا مني الحاجه فاديها لهم بس يمكن دورة اللي علمتها عشان عامله بيها في فوتوشوت كان كافتن كده هوت عامل زي البشت السعودي وهنا متطرز وعملت فجوز فايرال قوي الفوتوشوت اللي هي عملته. فيمكن هو ده فيمكن هو ده اللي كان معلق معايا شويه. انا فاكره كان ايه بقى يعني كان بشت عارفه البشت السعودي كنت بجيبه السعوديه البشت الرجالي وبتوست اخليه حريمي واعمله هنا بالشغل واعمل له استك واعمله فيمينين واخيطه يعني يعني عملت شوت والشوت وانت فايرال. احساسك كان ايه بقى؟ لا طبعا كنت مبسوطه جدا. طب حسيتي بنقله؟ يعني نقدر نقول ان دي كانت نقله في البراند.
كانت طبعا ده اد فاليو جدا للبراند. صح. وهقول لك حاجه تانية. سنه كام 2018 جالي دعوه في مؤتمر الشباب في شرم الشيخ. اوكي. ان انا يعني زي معرض للمنتجات المصريه هناك، وكنت مع يعني ديزاينرز حلوين قوي هناك وفي البوث، وسياده الرئيس فتحي السيسي جه وقف عند البوث بتاعي وعجبه الشغل جدا وقعد يتكلم معايا وايه اللي بيقابلك وايه اللي فدي بقى it was adding value قوي. هو وقف شويه يعني واضح يعني ممكن تكون عجبته الحاجه. كان حسيتي طبعا احساس تحفه. لا كان احساس حلو قوي. اتصورت وكده. اتصورت ونزلت وكل حاجه تحفه. حلو قوي. لا حلو. عارفه بتحسي ساعتها ان في حاجه بتجيلك كده، ربنا بيبعت لك مسجز. ايوه صح. يعني بتكافئك على يعني ما انا بقول لك ساعات نجاحك يجي من حته ثانيه انت مش عارفه ايه فين. وجالي كول منى تيجي معانا، احنا في جايبين لك انفيتيشن تنزلي في معرض في مؤتمر الشباب، وكان لسه في البومينج بتاعه قوي في اول سنه سنتين يعني تاني سنه، ولا كان اكسبيرينس حلو قوي. طب ايه الكولكشن؟ اكيد كان في كولكشن، قولي على 2 كولكشن. واحد كان كنتي حاطه له اكسبكتيشنز عاليه قوي وما عملش اللي انت كنت عايزاه، وعمل فيكي ايه يعني؟ هندلتي القصه دي ازاي؟ وكولكشن هو كان الطفره، يعني هو ده اللي خلى الاسم يعلم قوي كده. بصي اللي انا بقول لك عليه اللي هو 2013 ساعه ما عملت الفستان ده دي كانت فلوفر عمرو دي. لا هو انا نفسي يعني حتى دلوقتي في المصنع بيه فاكره حركه الفستان ده، احنا مش عارفين، كنا مش ملاحقين على الاوردرز. انا تقريبا عرفت الفستان. لانه فعلا في فستان فتره كده اتشهر ولحد دلوقتي بيطلب مني، بس المشكله انا عندي الماتيريال بتاعته. هو كان ابيض وعليه شغل. ايوه ابيض وفي منه البيبي بلو. ده انا عارفاه. هو عشان كان مختلف قوي، كان طفره ساعتها. يعني تحسي ان هو في طابع عربي وفي نفس الوقت هو دريس سمري يعني. ايوه بالظبط. فالميكس كان الميكس كان مختلف. فنقدر نقول مش كولكشن بس هي قطعه اللي عملت ما انت على فكره ساعات بتعملي كولكشن كبير جدا والبوم منه يبقوا كام حته بس. صح. يعني ودي دايما بتحصل يعني، بس مش فارقه، ما هي في الاخر كلهم بتعمليهم. ده اللي عمل الاسم. انت تعملي تيست. يعني انا نفسي بقول لك لما باجي اعمل كولكشن ما اعرفش هو حلو ولا وحش. يعني لو جيت سالتيني قبل ما انزل الشوت او اصور انا مش عارفه. انا كمنى مش عارفه اقول لك ايه. يعني ما انا ممكن اكون انا شايفاه حلو وانت بالنسبه لك مش شايفاه حلو، هو الفيدباك هو اللي بيطمني. طب وايه الكولكشن بقى اللي كنت يعني تعبانه عليه وعامله له قوي حاجات ولما نزل ما حسيتيش ان هو عمل الاكسبكتيشنز بتاعتك؟ بصي هو يمكن مش ما عملش الاكسبكتيشن، هو ممكن كانت الظروف اللي هو بتاع كورونا ده. كان بعمل كولكشن رمضان وكان في لوك داون، في حظر تجوال الساعه 4. فالناس ولا بتروح ولا بتيجي وقاعده في البيت. مش هقول لك انا بعت كويس، بس مش عشان حاجه، مش عشان حاجه، عشان هو الناس مش لاقي حاجه تخرج بيه. صح. يعني تقولي انا عاجبني جدا بس مش عارفه اروح بيه فين. ما كل واحد قاعد في بيته، حتى انت لو رايحه المنطقه مش هتعرفي تروحي لها. ايوه هتعملي ايه؟ طب اكيد اتضايقتي شويه. بصي والله انا ما اتضايقتش. طب حلو. لا ما انا حاولت واشتغلت واتباع السنه اللي بعديها. نزلت صور واتباع كويس قوي. وساعتها على فكره بالنسبه اللي انت ما انا كنتش عارفه الناس دي برضو. انا مجنونه وعملت فوتوشوت وعملت كولكشن. هم بيشتروا ليه؟ هم جانين. ايوه انت بتقولي يعني حد بس يدخل يقول بصي انا مش عارفه، انا بشتريه وانا مش عارفه اروح بيه فين، بس على الاقل هلبسه مع اولادي على الفطار، هلبسه في البيت، هشيله السنه الجايه. فربنا برضو اكرمني يعني. يعني مش هقول لك ان انا خسرت فيه، بس ما يعني مش البيع البومينج عشان هو ظروف. انت عندك لوك داون اساسا طبعا. يعني وانا بعمل شوت كنت بدور بقى، دخلت على بقول لك وكده اهوت عشان اعرف ارجع ازاي من غير ما اللجان تمسكني. ده كانت كارثه. ايوه فانا بقول طب كبزنس اونر بقى، يعني حد عنده بزنس وواحده ست كمان، ايه التشالنجز كست اللي واجهتيها في عالم البزنس؟ ايه التشالنجز اللي كانت بالنسبه لك صعبه؟ هل مثلا فاينانشال اكتر؟
هل مثلا الاوبريشن نفسه، التصنيع والكلام ده نفسه؟ بصي طبعا الاوبريشن ده من اول ما بدات هو مش حاجه سهله خالص. يعني مثلا في ناس صحابي كانوا بيبيعوا مستورد، فلما حصل المشكله بتاعت الدولار دي قلبوا مصر. انت كنت عايشه كده ازاي؟ ده انا ممكن الحته تقف على على زرار. ايوه على زرار. فانت عايشه كده ازاي؟ انا جالي انهيار عصبي، انت ازاي كل ده مكمله؟ قلت لها لا، هو الناس فاكره ان التصنيع ده بيس اوف كيك، هو طبعا اصعب بكتير. يعني انا بالنسبه لي ممكن اسافر واتفسح وانزل ساعتين وابيعهم وهكسب اكتر. بس انا اخترت الطريق الاصعب. هو الموضوع تشالنجينج جدا، مش سهل خالص طبعا. وان يسلموك في وقتك، والناس عايزه حاجه في وقتها، وان انت كل يوم في تسعير مختلف، انت مش عارفه تعملي ايه، ولا انك تخلي سعرك ثابت. طب هتخليه ثابت ازاي من كل حاجه من حواليكي عماله تغلى؟ فهو لا تشالنجينج جدا يعني. طبعا. مش ان انا ست ولا راجل، هو عموما التصنيع بس اكيد على ست اصلا. اكيد يعني برضو انا يعني بشوف المعامله مع الثقافات المختلفه فيها محتاجه مرونه. محتاجه مرونه وطولة بال وهدوء اعصاب. يعني بصي انا اتعلمت الحاجات دي كلها، انا ما كنتش كده. ما كنتش كده خالص حتى مع كلاينتس. كنت دلوقتي بوبي لا هو ربنا يخليه. ربنا يخليه لك يا رب. بس يعني فراجايل يعني. فانت لا نشفت جامد. احسن طبعا كده احسن. اصل انا يعني شبهك شويه كتير. بالظبط. وبابي برضو خايف وبتاع. بس لما يعني اتعاملت ونزلت الشارع وبدات اواجه واتحط في مواقف واشتغل واروح فحاسه ان انت لا هو دلوقتي هيز براود. ما هو بالظبط هو اللي حصل ايه. هو الاول كان لا او مش عارفه ايه، بيكلموه اصحابه من مثلا السعوديه او كده، هو يقولوا بس اصل ممكن طالبين حاجات من البيج عند منى وهي مش بترد علينا، ممكن بس تقول لها. فيكلمني يقول لي مش عارفه مين عايز ايه من عندك. فهو بقى حس ان انا لا معروفه. هتلاقيه مثلا انترفيوهات في التلفزيون ده ايه بالنسبه لهم. ايوه بالظبط. يعني لا اكيد هو هيز براود يعني. اكيد بس هو اوت اوف ان هو بس خايف على طبعا حقه. بس خلاص دلوقتي اكيد خلاص يعني اتعود. لا خلاص بقى مبسوط يعني. اطمن يعني. بيشير فيديوهاتك؟ لا مش الدرجات دي. لا بابايا معاه الموبايل نوكيا بتاع زمان ده زي البنات فيها خالص، ما عندوش ولا اي حاجه. لا انا بابايا ليه شويه لا يعني خالص. انا بابايا فيستنى لما الفيديوز تنزل والاقيه بيشير، وبعدين في جروب بينه وبين صحابه والاقيه بيبعت الفيديو. قلت له قفشتك. قفشتك انت مبسوط بس مش عايز تقول. طب ليه كنت بتقولي لا؟ قال لي ما كنتش يعني متخيل انت بتعملي ايه. مش فاهم. ايوه بس لما لقيت بقى وبتطلعي تلفزيون ايوه صح، حسيت انك بتعملي حاجه مهمه. ولما سمعت التوبكس وكده لا مبسوط بالحاجه اللي بتعمليها. طبعا هم ربنا يخليهم برضه. يا رب ويبارك لنا فيهم يا رب. يا رب. اخر سؤال. تعبتك معايا؟ لا خالص مبسوطه جدا. ربنا يخليكي. وانا اكتر. كبزنس اونر بقى لفاشون براند، عايزاكي تدينا بقى ايه الزتونه. يعني قولي للناس كده شويه نصايح ورا بعض كده، اللي هو لو حد دخل البيزنس ده اول مره، مش بنتكلم بقى على الشباب اللي دخلوا وجربوا، حد بقى لسه يعني عايز يستب ان. وطبعا في لوكال ديزاينرز ما شاء الله طبعا عاملين شغل عالي جدا. فبيحصل ايه يعني؟ من كام يوم كنت بدي سيشن كده في البيرسونال براندنج مع شباب، وبعدين من اكتر الاسئله اللي جات لي على حته الفاشن دي انه هم دارسين فاشن ديزاين مش عارفين يبداوا منين. مش عارفين بقى يبداوا ازاي. بيقول لك الناس بتعمل فوتوشوتس خطيره. هي حاجه تعقد شويه. يعني يبداوا ازاي؟ يعملوا ايه بقى في ظل الكومبيتيشن الفظيع دي، وياخدوا شويه ماركت شير ازاي؟ بصي هو طبعا الكومبيتيشن بقت عاليه جدا. يعني كل شويه مش عارفه مين يقول لي براند ايه مش عارفه ايه. يا جماعه هو الناس دي يعني طلعوا امتى؟ او انا مش عارف، او يمكن انا اللي مش تابعه. هم ما شاء الله ادخل على البيج بتاعتهم هتلاقيهم عاملين حاجات حلوه جدا وعندهم فولورز كتيره جدا. بس يمكن انا باصه لنفسي يعني مركزه في حتتي شويه، مش بقعد اشوف مين عمل ايه ومين. يعني بفوك شويه على حاجتي يعني. اصل خلي بالك انت لو قعدتي تركزي مع كل واحد هتتشتتي وهيديك ديبريشن. ما ممكن واحد، انا بقالي كام سنه عندي امكانيات ان انا اعمل فوتوشوت كبير واعمل اصور فين واعمل فين. انت لسه ستارت اب، مش لوجيك ان انت هدخل اعمل يعني انت هتكسر الدنيا بيه. يعني انت قد ايه يونيك، قد ايه يونيك وكونسيستنسي وما تزهقش
وحتى لو بدات ب5 6 موديلات بس يبقى فيهم فكره. ما هو انت لو عملت زي اللي عاملينه كلهم، ما هم مشهورين اكتر منك وعندهم زباين اوريدي اكتر منك، انت ما عملتش حاجه غير لو انت داخل بقى تضرب الموديل، تضرب السعر، فده مش، انت كده مش ديزاينر، مش لذيذ، انت كده مش ديزاينر اصلا. اوكي انت كده قلبت مصنع بقى لوكل يعني. يعني مش لازم تصرف ارقام رهيبه في البراند. 1000 جنيه، احنا بدأنا ب 1000 جنيه يا جماعه. كنت خايفه عليهم، خلي بالك. لا يعني الدنيا سهله. لا على فكره هو الموضوع هو اصلا يعني هو بيقول لك ان انت يعني كنت سامعه يعني هو رجل اعمال كبير كده، هو بره بيتكلم بقى على المشاريع وكده، بيقول لك اوعى تحط كل اللي معاك في مشروع صح. انت مش عارف هو يعني حط بس ما تحط مجهودك ومعاه شويه فلوس، بس ما تحطش كل فلوسك وتيجي تضيعهم وخلاص، انت كده ما عملتش حاجه. ايوه انت على الاقل يبقى عندك الاوبشن ان انت تعمل حاجه تانية لو دي ما نفعتش. ده حقيقي. وغير كده دايما اقول لك ما تسيبش شغلك، الناس اللي بتشتغل وعايز تفتح بروجكت يقول لك ما تسيبش شغلك الا لما البروجكت ده يبقى بيدخل لك انكم قد اللي انت بتاخده في شغلك، يعني بيدخل لك نفس الراتب. أيوة. مثلا انت بتقبض دلوقتي 5000 جنيه مثلا، ما تقعدش الا لما البروجكت دي تدخلك 5000 جنيه في الشهر. دي حقيقه. وبعدين في ناس كتير تقول لي انا سيبت من الشغل هعمل شيفت كارير. يا جماعه طب اعمل شيفت كارير في النص وانت شغال ده مع ده بالزبط. وشوف لو لقيت الموضوع مشي فعلا سيب الشغل، يعني اسحب الدنيا من بعضها سموثلي، مش اللي هو ما تاخدش الريسك ان انت اوريدي عندك مرتب ثابت وبتشتغل في شركه وليك وظيفه وتقرر ان انا هصحى الصبح اعمل براند لبس، انا ايش عرفني هو ينجح ولا مش هينجح. طب جالي سؤال، او حد ما ينجح كام سنه يعني. جالي سؤال، حد بيقول لي طب انا دلوقتي البيج عليها 0 فولورز هبيع ازاي؟ اشتري فيك؟ لا طبعا فيك فولورز لا خالص فيك لا. بس هل الناس هتترست؟ يعني هو ده سؤاله، هل الناس هتترست مي ان انا ما عنديش عدد فولورز وببيع منتج فهيجولي عشان المنتج بتاعي ده؟ لا هيجولوا طالما عامل منتج حلو مختلف، بس هو يعني هيخلي الناس تطمن المنتج بتاعه، يشوفوه يفتحوه يجربوه، لو ما ينفعش يرجعوه. ما تحسسهمش ان انا نو ريفاند او اكسشينج. لا انا ولا ما اعرف البراند بتاعك ولا انت لسه بتاع، فانت لو عملت كده انت خلاص خسرت الزبون وغالبا مش هيطلب يعني. فبلاش فيك فولورز ونسهل الموضوع لا فيك فولورز دي بلاش اصلا، يعني ليه؟ انت اكبر سنه بسنه. ما هي المشكله عشان الكومبيتيشن عاليه، وما شاء الله لوكال براندز عاملين اداء عالي جدا، والناس بتشوف البرودكت النهائي، مش شايفين الناس دي تعبت قد ايه عشان تطلع صوره ولا شوت ولا الفاينل فاينل لوك. فهو عايز هو مستعجل بالظبط. لا طب انا يعني لما بدات ما اعرفش كان عندي كام فولور قال لي شويه، ولا عمري اديت الايجنسي قلت له انا عايزه فولورز، ولا عامه يعني ما تلاقينيش عامله سبونسر، ده نادر قوي ما تلاقيني عامله سبونسر. انا بالنسبه لي اللي عايزني هو اللي هيدخل يعمل فولو ويدخل يعمل سيرش ويدخل، يعني ما تلاقينيش نادرا، يعني ما تلاقيني عامله. بس انتي مش معتمده بس على الانستجرام، يعني بتنزلي بازارات؟ لا بنزل ايفنتس، وطبعا ايفنتس يعني بصي انا في الاول شايفه ان موضوع الايفنتس ده مفيد جدا. اوكي، هو الناس جم شافوا حاجتك لايف وعجبتهم وقسموها وشافوا كواليتي فطمنوا وخدوا البراند، هم اللي هييجوا يعملوا لك فولو وهيطلبوا تاني حتى لو ما اشتروش منك وقتها، هو شاف وهو اطمن هيجي يطلب منك، حتى لو خد عمل لك فولو او خد الكونتاكت هيجي يطلب منك طالما الحاجه عجبته صح. وهيبقى فيه ثقه في البراند صح. فهتكبر واحده واحده، يعني ما تستعجلش. انا نفسي الناس ما تستعجلش يعني هي مش مسابقه مين عنده فولورز اكتر من مين ومين عنده، يعني انت مش فنانه يعني. أيوة. ممكن ده يبقى الفنانين بيجروا وراه، ده بيعلي منهم في اعلاناتهم في الفلوس صح. مين اعلى واحد، رونالدو ولا ميسي ولا، وبرضه بيكبروهم بادائهم، يعني رونالدو ولا ميسي من ادائهم ومن ادائهم، ما اعتقدش شارين فولورز يعني. لا فمش بيكبروهم برضه في الفولورز، هو الحاجه وبيوقع اساسا الريتش وبيوقع الريلز يعني واحده قالت لي ولما ورناها براند من زمان، قالت لي انا بصي انا عندي 8000 فولور بالنسبه لي مستكفيه بيهم، هم دول ريل و8000 بيطلبوا مني ما شاء الله، مش عايزه اعمل حاجه اكتر من كده. خلاص انت لو عندك 1000 مش هقول بلاش 1000، بس هم عارفينك ومهتمين بالبراند وعامل كوميونتي وبينجيجوا معاك وهيزيدوا واحده واحده صح، هيزيدوا واحده واحده.
يعني وانس انا شفتك وعجبني واشتريت منك حاجه، انا لازم هعمل لك فولو، حتى لو ما اشتريتش تاني مره هشتري مره اللي بعديها ريكومند، هخلي مين يعمل لك فولو عشان اشوف شفتي اللبس ده عليا فعجبك فانت خدتي مني الاكونت. هي احسن يعني ان انت ان انت تاخدي ريكومنديشن من حد فعلا جرب. الورد اوف ماوث وورد اوف ماوث ده هو السر، هو ده في اي حاجه على فكره. صح. يعني نقدر نقول لاي حد بيبتدي انه ابدا بالراحه. بالظبط، اعمل كونتنت قوي، اعمل قطع قويه. بالظبط، اعمل يعني بص، هو اللي هنا دلوقتي بقى في الافات يعني انا لما بدات كان هم يمكن 5 يعني 5 ديزاينرز فعلا يعني مصريين، دلوقتي الافات يعني ما تعرفش تعديهم. يعني انت عشان تظهر لازم يبقى عندك حاجه يونيك مقدمها. صح. ما انت لو دخلت زي التانيين ما هو اوريدي التانيين موجودين. صح. فلازم تبقى عندك حاجه مختلفه، دي اللي هتخليك تسمع يعني. صح. لكن طول ما انت زيك زي اي حد ما فيش اي حاجه. والحاجه المختلفه دي على فكره ممكن ما تجيش معاه من اول كولكشن. لا ممكن ما تجيش معاك يعني ممكن تيجي من تاني كولكشن، فانت محتاج كونسيستنسي. أيوة، محتاج صبر. محتاج تشتغل على الكونتنت كمان اللي بينزل على السوشيال ميديا. يعني انا عملت قطعه حلوه بس ما عرفتش اعرضها. صح. ما عرفتش اعمل فيديو لذيذ. ومش بنقول فيديو لذيذ انك لازم تروح تدفع فيه ارقام، لا خالص. انا بقول لك يعني انا الفيديوهات بتاعتي اللي ببيع اللي جوز فايرل انا عاملاها حد مصوره بالموبايل بتاعي، ما فيش حاجه زيرو كوست صراحه. والله فعلا هو مالوش هي بس ان انت تعمل حاجه تشد انتباه لحد يكمل الفيديو. بالظبط. وبعدين انت عندك ميزه، انت انا في شميس كده فاكره طلبته منك، كان عندي ايفنت. ايوه صح. انا اشتريته بسبب الفيديو بتاعك. انت انا كنت عامله له 8 طرق 8 طرق شميز يعني. وعلى فكره وانا بعمله كنتش عارفه ان الطرق دي يطلع منه اصلا، والله العظيم ما كنت عارفه. يعني انا عجبني الموديل وعملته، وبعدين مسكته كده في البيت، وقفت قدام كاميرا الموبايل وقعدت اطلع وانا بعمل بفتكس، بس كان تحفه. بس جربت يعني طبعا قبل ما اصور جربت اعمله ازاي كده اهوت، وانا ما كنتش عارفه ان هو يطلع. طلعت منه 8 نوايز مختلفه. ايوه طبعا. انا هشتري قطعه هلبسها ب8 طرق، ما اشتريهاش ليه؟ ايوه يعني هو قميص ولبسته جيبه ولبسته فستان. ايوه فانا بقول لك لذيذ قوي قطعه يعني متكامله. وانا بجد يعني I'm so proud of you. ثانك يو بجد والله انت كمان الناس اللي يعني ما شاء الله عليكي فعلا، يعني مجتهده جدا وما بتيأسيش ودايما عندك جديد. ده خلص نعمل حاجه تانية يعني. لا بجد يعني فعلا انا كمان فخوره بيكي بصراحه يا مي بجد. ربنا يخليكي والله. وميرسي انت نورتيني النهارده وفي انا اللي والفطار معاكي. لا بجد انبسطت جدا يعني. انا اكتر بجد دايما ببسط معاكي بصراحه. وانا والله انا دايما بانجوي معاكي اي شغل. احنا طبعا يعني الناس ممكن بيسمعونا او بيشوفونا، احنا عملنا حلقات كتير في برامج تانية. ايوه طبعا. بس الحقيقه كل مره بستمتع وكل مره بتبهريني وكل مره بتكوني اقوى من اللي قبلها، واتمنى لك كل النجاح بصراحه. ربنا يخليكي يا مي. وانا كمان حبيبتي وثانك يو ان انت على الاستضافه الحلوه دي، بجد اتبسطت جدا. انا اكتر. ثانك يو جميل. ميرسي. باي.